بتروجيت يستغل تألق حامد حمدان في كأس العرب ويطلب الحصول على 50 مليون جنيه لبيع المدة المتبقية في عقد اللاعب الفلسطيني. الصحف الكولومبية تؤكد أن بابلو صباغ المهاجم الكولومبي صاحب الأصول الفلسطينية قد يأخذ خطوة مثيرة للغاية في مسيرته بالملاعب وينتقل للأهلي المصري الذي يعد من أكثر الأندية نجاحا في أفريقيا ويشارك بكأس العالم للأندية بشكل مستمر. أليو ديانج غادر إلى مالي خلال الساعات الماضية دون التوصل لاتفاق معه حول تجديد تعاقده. كان من المفترض جلسة تجمع بين أليو ديانج ويستروب المدير الفني للنادي الأهلي، لكن يستروب عاد إلى القاهرة متأخرا. علي علوان مهاجم المنتخب الأردني واحد من أفضل اللاعبين في كأس العرب حتى الآن وقيمته التسويقية لا تتخطى النصف مليون يورو، وأتوقع انتقاله لنادي خارجي كبير في الفترة الجاية. أتمنى أن ينزل له الأهلي بعين الاعتبار. تلقى النادي الأهلي عرضا من نادي هانوفر الألماني لخضوع بلال عطية لفترة معايشة مع الفريق، وإدارة الأهلي منحت موافقة مبدئية على خروج بلال عطية لخوض فترة المعايشة. يعطي يستروب المدير الفني للأهلي أهمية لمباريات كأس الرابطة، وسيمنح الفرصة للاعبين المتواجدين في الفريق حاليا والعائدين من الإصابة أمثال حسين الشحات وأشرف داري وأحمد عبد القادر وبعض اللاعبين الشباب. والأهلي يواصل تحضيراته استعدادا لمباراة إنبي يوم الجمعة القادمة. محمد صلاح ينتقد مدرب ليفربول ويؤكد أن علاقتهم تعقدت تماما وهو محبط للغاية من المدرب، ويشعر أن هناك من لا يريد استمراره في ليفربول، والإدارة لم تفي بالوعود التي قدمتها له قبل تجديد عقده، والبعض يريد أن يستغل الوضع الحالي الذي يمر به الفريق لتوجيه اللوم له فقط، ويؤكد أنه لو كان يلعب في نادي آخر لكان توفرت له الحماية اللازمة، ولا يعرف على أي أساس ما يتعرض له رغم كل ما قدمه لنادي ليفربول طوال السنوات الماضية. ويؤكد أنه يعمل بكل جهد واجتهاد بشهادة الجميع، ولكن البعض يريد أن يصدر للجماهير أن هو المشكلة، وذلك رغم أنه لا أحد سجل أهدافا أو صنع أهدافا أكثر منه في الدوري الإنجليزي منذ وصوله للنادي، ولا يوجد لاعب في هذا الجيل من ليفربول سجل أهدافا أكثر منه. قل لي رأيك، لو مشي صلاح من ليفربول هل تؤيد استمراره في الدوري الإنجليزي ولا يقبل أي عرض من عروض الدوري السعودي؟ وبكده تكون انتهت أخبارنا، وما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاة على الحبيب المصطفى، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.